السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده معايا هعمل طاجن بامية، هتعجبكم الطريقة دي قوي. قبل بس ما نبدأ، يا ريت تحطي اللايك، ولو مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس. معايا هنا حلة على النار حطيت فيها حتة سمنة. تمام كده، شكرا على تعليقاتكم الجميلة. يا ريت بس تكملوا الفيديوهات للآخر. عندي هنا بصلاية صغيرة، يعني وسط، قطعتها صغير ونزلت بيها على السمنة. الطاجن ده عايزة تعمليه باللحمة ماشي، عايزة تعملي جنبه فراخ برضو عادي، مش عايزة خالص البامية تحفة اصلا لوحدها. معايا هي البصلة اصفرت. هنا نزلت بيها عليها بالطماطم، كنت ضاربة طماطم في الخلاط، نزلت عليها. تمام كده، الطماطم غليت، نزلت بالملح والفلفل الاسود. تمام كده. طبعا عشان الظروف اللي احنا فيها انا ولا صورت ولا لحمة ولا صورت فراخ. لو لسه ما حطيتيش اللايك يا ريت تحطي اللايك وتكملي الفيديو معايا للاخر. تمام كده، انا عندي الباميه دي انا مفرزاها. اما بفرز الباميه بغسلها كويس الاول واسيبها تتصفى، وبعدين بقمعها وبعدين بشيلها كده زي ما هي في الكيس. نزلت بقى بنزل بيها على طول بتلجها كده، نزلت بالباميه. تمام كده، اي كميه بقى انت عايزاها. تمام. انا هسيبها الاول تغلي غلوتين وبعد كده هنزلها في الطاجن على طول، يكون الفرن سخن واحطها فيه. هنا انا حطيت توم توم مفروم، انا نزلت بيه زي ما هو ني كده. تمام كده، هسيبها بقى تغلي غلوتين وبعدين احطها في الطاجن واحطها في الفرن. هنا بقى معايا كان عندي كام كوسايه كده في التلاجة. طبعا نضفتهم من بره، حطيتها بالسكينه وقطعتها وغسلتها وسبتها تتصفى. عندي بقى في الحله هنا حطيت حته سمنه وقطعت بصلايه صغيره مكعبات صغيره كده ونزلت بيها على السمنه. هسيبها برضو تصفر. تمام كده معايا. معايا برضو هنا طماطم ضربها في الخلاط، نزلت بيها على البصل. تمام. احط بس شوية مية عشان الطماطم تقيلة. تمام كده. حطيت برضو الملح والفلفل الاسود، وهنزل بمكعب مرقة.
تمام كده. كده خلاص انا هنزل بقى بالكوسة بتاعتي انا غسلاها. تمام كده، هسيبها بقى تستوي برضو مع نفسها، هي ما بتاخدش وقت الكوسة، ما نسيبهاش كتير عشان ما تتهريش. كده هتعوز معايا حبة شوربة انا هزودها اهي كده. هسيبها بقى تستوي. هنا دي معايا البامية، بعد ما سبتها تغلي شوية هنزلها على طول في الطاجن واحطها في الفرن. هنا تمام، انا لسه مطلعه الطاجن دلوقتي حالا، ان شاء الله هيعجبكم. جربي الطريقة دي هتعجبكم، متنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.